5 minutes et je rentre me coucher. Minuit au lit. Salut. Ça va? اسم هذه المرأة أليس، وهي محررة في مجلة ريبيل. أليس هي من يحدد جودة طباعة المجلات في عدة دول؟ ثم غادرت أليس إلى باريس، وعلى متن الطائرة حاول رجل عجوز الاقتراب منها. في هذه الأثناء نقل شاب يدعى بالتازار إلى مقعد في الدرجة الأولى، منع من الجلوس بسبب إزعاجه من الرجل العجوز الذي ظل يتحدث إليه. سحبت أليس بالتازار ليجلس بجانبها، وخلال جلوسها جاءت المضيفة وعرضت على أليس اختيار وجبتها، فاختارت أليس جراد البحر. قال بالتازار دون أن يسأل فجأة أن اختياره هو نفسه اختيار أليس، لكن المضيفة قالت إن قائمة طعام بالتازار متوفرة فقط في الدرجة السياحية. خلال حادثة تحطم الطائرة كانت أليس خائفة للغاية وأمسكت بيدي بالتازار. هبطت الطائرة في باريس، هرعت أليس للنزول لكنها تركت الفلاش على كرسيها. حاول بالتازار مطاردتها لكن أليس اختفت بسرعة. وصلت أليس إلى المكتب الرئيسي والتقت مدير المكتب فينسنت، لكنها لم تتلقى أخباراً سارة. ثم فتحت أليس حاسوبها وبحثت عن بيانات في المجلد، وأدركت أنها فقدت فلاشها، ولكن لحسن الحظ كانت هناك ملاحظة أمام حاسوبها تخبرها بمكان وجود الفلاش. اتصلت أليس فوراً وتبين أنه بالتازار، ثم وافق بالتازار على أن تأتي أليس لرؤيته الذي كان في الحفلة. ثم راقب 2 من زملائها أليس وتبعوها. ثم قال بالتازار إن فلاش في المنزل. وعندما خرجا على دراجة نارية وضع بالتازار خوذة لأليس التي واجهت صعوبة في سحب الحزام. في تلك المناسبة التقط زميل أليس صورة لأليس وبالتازار ونشرها على تويتر فوراً. وصلوا إلى منزل بالتازار. هناك ظهر والد بالتازار لوسي وزوجته الشابة المستقبلية أنيسة. اتضح أن أنيسة هي حبيبة بالتازار السابقة التي انفصلت عنه قبل عدة سنوات. بعد فترة وجيزة ذهب بالتازار يبحث عن فلاش ووجده تحت مكتبه. كانت أليس على وشك المغادرة، ولكن قبل ذلك عرض بالتازار نفسه على أليس قائلاً إن أليس لديها وقت لشرب القهوة. لكن أليس قالت بحزم أنها لا تشرب القهوة مع شاب مثل بالتازار. في اليوم التالي في المكتب تساءلت أليس عن سبب تحديق الموظفين بها عند دخولها. ثم سألت أليس بولين، فأظهرت بولين صورة لأليس وبالتازار على تويتر. ثم لحقت أليس بفينسنت الذي كان على وشك العودة إلى منزله لتطلب منه توقيعه، إلا أن فينسنت غضب ورفض توقيع الرسالة، وأظهر صورة لأليس وبالتازار انتشرت على نطاق واسع على تويتر. بعد بضعة أيام التقت أليس بزميلها في العمل سيمون. اطلبي منه النصيحة بشأن المشكلة. ثم اقترح سيمون على أليس التظاهر بالإعجاب بالتازار والذهاب إلى الحفلة متشابكي الأيدي في الأماكن العامة. بعد تلقيها هذا الاقتراح خطرة لأليس فجأة خطة جديدة. في اليوم التالي ذهبت أليس إلى الحرم الجامعي للقاء بالتازار. في البداية صدم بالتازار لأنه كان من المستحيل على أليس مقابلته، لكن أليس استنتجت أنها في تلك الليلة أرادت قبول عرض بالتازار، ولكن لأنها كانت في عجلة من أمرها للعودة إلى المنزل لم يكن لديها وقت للتحدث. ثم قبل أن يفترقا سألت أليس بالتازار إن كان لديه وقت لهذه الليلة. أجاب بالتازار مستعد. في تلك الليلة وصل بالتازار وأليس إلى قاعة عرض. ثم ظهرت كلود صاحبة فكرة الحفل. عندما أهان كلود بالتازار رد بالتازار بأن أفكار كلود طفولية. ثم أحضرت أليس بالتازار ليقف في الطابق العلوي المفتوح. هناك كان العديد من أصدقاء أليس يسترخون ويراقبونهم. ظلت أليس واثقة من أنها ستظهر خطتها. بعد فترة وجيزة اتصلت شقيقة أليس الصغرى طالبة من أليس العودة إلى المنزل فوراً لأنها أرادت تعريفا أليس بطبيب. عندما وصلت أليس تناولوا العشاء معاً. رفضت أليس بلطف وتركت الرجل. ثم اتصلت أليس بالتازار لدعوته إلى عرض أزياء، وهناك كان صاحب فرقة ريبيل حاضراً. ثم في أثناء الحفل سقطت امرأة على المسرح، فسارع بالتازار إلى مساعدتها. رأى صاحب المجموعة الحادثة فوراً وسألها إن كان هذا جزءاً من العرض. بعد الحفل اصطحب بالتازار أليس إلى منزلها على دراجته النارية، لكن قبل أن يغادر دخل بالتازار لرؤية أليس وأراد أن يهنئها بالإيطالية. في تلك الليلة عاشا أخيراً قصة حب. استمرت علاقة أليس وبالتازار في التطور والسعادة. قضيا وقتاً طويلاً معاً. في اليوم التالي في اجتماع خاص لمناقشة فكرة مجلة أظهرت أليس موهبتها بأفكارها الرائعة، مما جعل فينسنت وزملائه يشيدون بقدرات أليس.
في الأيام التالية أخبر فينسنت أليس أن فكرتها تحظى بالكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. بدا فينسنت سعيداً للغاية، وبسبب هذا النجاح حضرت مالكة مجموعة ريبيل تريسي إلى المكتب للاستماع مباشرة إلى غلاف مجلة ريبيل. ملاحظة: عندما عرض سيمون عدة صور للعرض وترتيب الكتابة الأمامية، رفض تريسي الفكرة ورفضها تماماً، وحسب قوله فإن مظهر الرجل في الصورة الأمامية سيء للغاية. حاولوا اقتراح بعض الصور على تريسي لكنهم رفضوا. ثم نظرت تريسي على حاسوب أليس، كانت هناك صورة لبلتازار في الخلفية. أشارت تريسي فوراً إلى بلتازار وأكدت أنها تحب الشباب لتصميم أغلفة المجلات. وافق فينسنت، لكن أليس ترددت في جعل بلتازار مادة رئيسية في المجلة. ثم ذهبت أليس لمقابلة بلتازار في منزله وأخبرته بخطة الشركة لجعل بلتازار غلاف مجلة ريبيل، لكن بلتازار رفض في نهاية الأمر وأمل أن تتركه أليس. في الأيام القليلة التالية كانت أليس في موقع التصوير، واثقة من أن بلتازار سيدعمها. بعد فترة وجيزة وصل بلتازار إلى هناك بدعم من والده. ثم في غرفة المكياج أخبر سيمون بلتازار أن هذه كانت خطته لتطوير مسيرة أليس المهنية. سمع بلتازار ذلك فغضب بشدة، يعتقد أن أليس تستغله لمسيرتها المهنية فقط. لكن بلتازار واصل التصوير. عندما تحدث المصور كثيرا غضب بلتازار ونزل من منطاد الهواء الساخن. التقى تازار بأليس وكان غاضبا جدا منها، ثم غادر من هناك. ثم طردت أليس وظل غلاف مجلة بلتازار موجودا على متن الحافلة. ثم ذهبت أليس تبحث عن بلتازار ودخلت إلى حرمة الجامع ودخلت الفصل. هناك من معلم آخر أن أليس هي المحاضرة التي ستدرس، فسمحوا لأليس بالدخول. عندما تحدثت أليس أمام يانغ عبرت عن مشاعرها تجاه بلتازار. ساند جميع أصدقائها بلتازار. في نهاية الفيلم تنجح أليس في كتابة كتابها عن نيوتن الذي يجبر على اكتشاف الحياة عندما تسقط تفاحة على رأسها. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء قريبا. يجب أن نتعلم دروسا من هذه القصة يا أصدقائي الأعزاء. يجب أن نراعي شريك حياتنا وأن نلبي كل احتياجاته إن كنا متزوجين، وأن نتعامل بكل صراحة ولا نجيب أي شيء على أنفسنا. وإن كنا غير متزوجين يجب أن نحسن اختيارنا جيدا بالشخص الذي سوف يكمل باقي حياته معنا، لأن بعض الناس تكتشف أن اختيارها خطأ. بعد فوات الأوان في هذا الوقت لا يوجد أي خيرا. ينشأ التفكك الأسري وتكثر المشاكل بين الأزواج، ويفكر أحد الطرفين في الخيانة وممارسة الحب مع شخص آخر غير زوجته والأبناء. يكون أكبر ضحية في هذه الأسرة المفككة. لذلك يجب الحرص على من تحب وأن تحافظ عليه جيدا. شكرا على مشاهدة الفيديو حتى الآن. اضغط إعجاب واشترك وفعل زر الجرس وداعا.